مثل ما قلت لك، امتى ما بدك نحن بنجي وبنشتغل. تسلمي يا بنتي. يلا ماما يلا. ماما أول ما نوصل خبزي لنا إيه؟ والله أنا رح موت من الجوع. وأنا رح أفرط من كتر ماني جوعان، معدتي صارت توجعني. تكرم عيقن، يلا رايحين، استحملوا شوي. محمد فهمت منيح شو بدك تساوي؟ يعني هالورقة من المختار وفيها بيان وفاة أبوه للدكتور. يعني مبين إنه هالزلمة له قيد بالنفوس. يا عيني عليك، وأول ما بتوصل على اسطنبول بتروح على النفوس وبتاخذ عنوانه والباقي بيصير سهل. بتسأل عن مصطفى بيك وبتتعرف على رفقاته الضباط وبتسأل عنهم، وإلا ما يطلع شي واحد من بني هالولد، والولد رح يكون حسان. فهمت منيح شو بدك تعمل؟ إيه يا عمي فهمت. يلا حاج ضيع وقت، احمل حالك وروح يلا. هات إيدك عمي. يلا الله معك. الله معك. ليك ابني، إذا مصاريك خلصوا احكي مع المختار. ماشي ولا يهمك. يلا امشي، يلا يسر لك. ماشي، لا تقلي لنا وينه، بس أنا رح أعرف لحالي. تعرف أخي، هي أحسن فكرة، بس الشغلة بدها مصاري. حيرتني، ما عاد فهمت شو بدك. ما بدك تلاقيه خلص. ليكو الكل بده يدفع، يعني ما في حل تاني. بس بتعرف وضعنا، يعني الله يخليك ارحمنا. عن جد أنا هلأ ما معي أدفع. أنا ما بفهم، بيع حيواناتك بيع أرضك. لك هدول طلعوا على الجبل من شاننا، يعني لازم نلبي لهم شو ما طلبوا منا. ليش بيع عنا شي حتى نبيعه؟ كلامه مظبوط. شو أنا قلت لهم يطلعوا؟ بعدين هيك بيدافعوا عنا، شو هادية؟ نحن بالزور قدرانين نأمن لقمة أكلنا. أنا عن جد ما عم بفهمكن، التنظيم عم بيقاتل كرمال أراضيكن وأنتوا لسه عم تحكوا؟ لو هالشي صحيح ما بترضى تجوعنا وتجوع حيواناتنا. مزبوط. على هالحالة بنموت نحن وياهم. يسلم. شوي تانية رح نبيع حالنا لأنه ما عاد بقي عنا شيء. اسكتوا بقى العمى، فهمنا. ولك لازم تصبروا وشوفوا المصاري كيف رح تمطر عليكم. وهلا ما في اعتراض، هاتوا المصاري. إيه لكن انتوا عدوا مرتاحين ببيوتكم ورجال التنظيم يتعذبوا، ما هيك؟ أنا ما رح أدفع. اسكت استرجع ما تدفع. يعني شو فيك تعمل؟ العب من هون يلا. لك روح العب من هون بقى. العب من هون. الناس بحالة يا رجل. تعرفوا شو عم تسوي؟ أنا بفرجيكم. والله لا خليكم تندموا. روح أحسن ما ابتلي فيك. ها روح. وبتشوفوا والله لا رح حل انت شو عم تساوي هون؟ شو اللي جاك؟ امشوا ليه؟ امشي يلا، العمى بقلبك. طول بالك. اجا الآغا يا شباب. هذا شو عم يعمل عنا؟ اجا مشان يحكي معك يا أغا. مسكنا كينو سرميدة العوبة رات الضيعة. براكم بيني. مسكنا كينو سرميدة. يلا نقلق. العمى شو وقح؟ روح من هون يلا. روح من هون. يلا راكب بيني. سروم هايك وش باك السروم. يا أغا شو في؟ أهالي الضيعة ما بدهم يدفعوا، يعني عصوا أوامر التنظيم. لؤي مور يا أغا. روح مع رمزي، ويلي ما بيدفع الضريبة هدوله بيته. العمى ناقصني والله. قولوا له اللي ما بيدفع بدي ألعب ضد الضيعة. يلا تحركوا. يلا رايحين يا أغا. تحركوا يلا. تؤمر أغا. زكو. أمور يا أغا. ما عاد بدي اشوف هداك دكتور عندي بالضيعة. دكتور شفت بعينك، يعني ما رح يمشي الحال. الآغا كتير عنيد. مشان الله روح. دكتور انت شو عم تساوي يا دكتور؟ نروح من هون؟ ايه من هون. يلا روحوا لك بسرعة. يلا فتشوا بسرعة. فايتة يلا. يلا بسرعة بسرعة. يلا يا ماما بسرعة. فوتي. يلا فايتة. أهلا وسهلا. شرفتوا. لك حدا بيهاجم أهالي ضيعته؟ كل عمري بعتبر رمزي مثل ابني. الله يخليكي لا تآخذينا، المنظمة عم تضغط عليه.
وما بيسترجي يقلن لا. ايه انا مرته وشفته كيف عم بيعاملني. كل الحق على التنظيم. كيف يعني الحق على التنظيم؟ يعني هن بيأمروا وهو بينفذ. لك خلاص اسكتوا اسكتوا، اجوا جماعة التنظيم. شو؟ قوموا شباب، يلا قوموا قوموا، يلا تحركوا. بسرعة. قوموا يا جماعة قوموا يلا. يلا يلا بسرعة. أهلا وسهلا. أهلين فيكم، أهلين. معقول؟ لك هي كتير بتشبه اختي نيرمين. وليه خديجة؟ فوتي لجوا، يلا نشوف. اركض وخبر الآغا وقول له زيدان بالضيعة. يلا فورا. امشوا. لوفي دا بير نيهوشي براهيما شيفا نيفا أبمري سابوا. ليك يا دكتور؟ فكر إذا حكيتني بالكردي صرت كردي؟ الولد ابني أنا، وإذا بده يموت يموت، يعني أنت ما دخلك. يلا برا. عمر آغا اسمعني، معقول تترك ابنك يموت هيك؟ شوف منظره والله حرام. لك لساته عم يحكي كمان. أنت مو سائل عن روحك؟ اطلع قبل ما يطلع خلقي عليك وابتلي فيك. يا آغا خلص يا آغا، الدكتور رح يطلع. آغا زيدان بالضيعة ويمكن جاي لعندك. يلا لكن حضروا حالكم. ليك يا دكتور، هذا آخر تنبيه فهمان؟ وهلأ اطلع لأنه جايين ضيوف. حاجة تضيع وقتي ووقتك، اطلع يلا. خلينا نمشي دغري. ايه يلا يا ابني. أهلا وسهلا، شرفتوا شرفتوا. أهلين بالشباب. أهلين فيكم. يعطيكم العافية. الآغا بالبيت؟ عم ينتظركم. دكتور انت شو عم تساوي؟ خبيني بشي محل دغري. شو خبيك ما خبيك، هالشي مستحيل. شو انت جنيت؟ زكو مور يا اغا. ليش واقف هيك وبتعرف زيدان جاي؟ حرك لشوف. يلا حضروا كل شيء. تأمر يا اغا، هلا فورا رح نبلش نحضر. يلا اعطيني اياها بسرعة، يلا هات. خذ بسرعة. يلا امشي. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. أهلين زيدان. أهلين والله شرفتونا. كيفك؟ أهلين بالآغا، كيفك؟ يلا يلا شرفوا لجوا. أهلا وسهلا، تفضلوا. شرفتوا، تفضلوا. شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم. خير يا سناء، شو في؟ إمتى رح ينحط لهم حد للبيشوات؟ لحظة لحظة، طولي بالك. فهميني القصة، شو عاملين قليلين الشرف؟ بعتوا سهرون حمد على اسطنبول. بعرف هالشي، المختار حكالي. قال راح مشان يسأل عن أبو الدكتور مشان يلاقوا حسان. بس أنا ابني مات، يعني هن ليش ما عم يقتنعوا؟ ولا بس بدهم يساووا مشاكل؟ إذا مشان الدية أنا ببيع بيتي، بس خليهم يسكروا على موضوع ابني بقى. طيب مدام حسان ميت يدوروا ما رح يلاقوا. والله حيرتيني، إذا ميت يصطفلوا يعملوا يلي بدهم إياه، أنت شو زعجك؟ خلاص اتركيهم يعذبوا حالهم، وبكره منهم لحالهم بيملوا وبينسوا السيرة. ليكون في شي سر انت بتعرفيه ومخبيتيه. أنا كذبت عليك يا شيخنا. حسان مو ميت. انت شو عم تحكي يا سناء؟ لما كان صغير عطيته لضابط كان عنا بالضيعة. ما عم صدق، مستحيل هالشي هاد. كيف قدرتي تخبي هيك شي كل هالسنين؟ حط حالك محلي، شو بتعمل؟ أنا كنت مستعدة أموت بس ابني ما يصير له شي. تحرك يلا بسرعة. يلا امشي انت وياك. يلا تحرك. يلا سيدي بسرعة. يلا لشو الله لا يجبرك يا رب. قوم ولاد، يلا قوم. يلا يلا ما معك. ما معك.
تدفع ما هيك؟ شو لا؟ تدفع ولا بموتها؟ أنا أحسن تدفع ولا بموتها؟ والله لفرجيكم والله تدفعوا غصبا عنكم. زكو شو عم بيصير هون؟ شو في؟ وين رايح؟ اتركوا العم يلموا ضرايب للتنظيم. ولك انت شايف بعينك كيف عم يضربوا النسوان والختايرات؟ ما عم صدق. طيب معقول ما في حدا يمنعهم ويوقفهم عن حدهم؟ امشي يا دكتور امشي اتركوا. يلا بسرعة فهمني شو عم بيصير؟ قال شو عم بيصير؟ قال يعني بدهم يدفعوا غصب عنهم. ليش انتم مستسلمين لهم طيب؟ يعني انت شفت بعينك الآغا مع التنظيم واغلب اهالي الضيعة مع الآغا يعني مع التنظيم. يعني بالمشرمح عم يدعموا الارهاب ويلي بيوقف بوشهم هيك بصير فيه. يعني المسكين واللي معه حق ما له مكان هون ابدا. لكن انت كيف بعثت ابنك على الجيش؟ كذبت عليهم، قلت لهم اجوا العسكر واخذوه غصب عني. معناتها زواج بنتك من محمد صعب. ايه والله يا دكتور صعب. لو كان محمد مو هو يلي انقذ ابني مستحيل يفوت على الضيعة. يعني هو هلا مجرد ضيف والضيف لازم نحترمه، وهذا السبب يلي خلاه يفوت على الضيعة. ولولا هيك اكيد طبعا كانوا قتلوه وما خلوه ولا دقيقة عنا. دخيلك يا بابا تعال بسرعة. مصيبة. قولي لي شو في؟ هجموا على محمد ونازلين في ضرب، وإذا ما لحقته بيقتلوه. يا ربي دخيلك، والله لا يروحوا للشاب والله لا يروحوا. عم تضرب كمان؟ أنا بورجيك. اتركوه. لك بعدوا عنه. لك بعدوا عنه. لك بعدوا عنه. تعالوا هون شو عم بقول لكم اتركوه. لك بعد عني. لك شو بدكم فيه بعد عني. بسرعة بابا. أي عم تضرب. والله عيونك لشيلة. لك هذا محمد بعد الله لا يوفقك. لك بعد الله لا يرحم بعد عنه. والله راح بعد شوي. يا قليلي للشرف. اتركوه. خذ عملكم اتركوه. بعد عنه. لك اتركوني. اهربوا يا جماعة اهربوا. لك روح. محمد انت منيح؟ ايه منيح. وانت ممو؟ انا كمان منيح. ابني انت منيح؟ محمد صار لك شيء؟ لا تواخذنا. لا لا هذا منزوع، نقي المناح وبس. يلا بابا اعطيها اياهم. اختي فيها دور كمان. بابا زينب نحن بنعرف انه راح ترجلوا باللغم، بس يعني والله ما كنا بنعرف انه وضعهم هيك سيء. حطي كمان حطي، خدي لهم قد ما بتقدري. خلص بكفي هيك، يعني نقيت لهم المناح. انت قادرة. بصراحة أنا سمعت إنه وضعهم تعبان، بس ما توقعت إنه يكون لهالدرجة. لو بعرف ما بخليهم يناموا بلا أكل، نحن جيران ومثل الأهل. تسلمي مرت عمي. خود يا ابني. شو كأنكم فضيتوا البيت؟ شو هالحكي يا رشاد؟ ايه والله عيب عليك. عمي وضعهم كتير صعب. خطي يعني الدنيا شتا وبرد. انت بدك نشوفهم ونسمع ونطنش؟ اصلا بكفي انه هلا حتى انتبهنا عليهم. يلا بابا روحي خدي لهم اياهم. ماشي بابا. يلا امشوا. وانتوا قوموا ضبوا هدول بسرعة. تعي يا بنتي يلا. ها أهلا وسهلا شيخ إبراهيم. أهلين شيخنا تفضل. أهلين فيكن أهلين فيكن. رشاد حميد جيت حتى أحكي معكن، وسناء في عندها اقتراح وطلبت مني إني أكون وسيط بيناتكم. اقتراح شو بقى؟ أنا رح أزيد الدية، وإذا بدكن خدوا بيتي كمان وخلونا نسكر على شغلة التار. ولك على مين عم تضحكي؟ حاج تلفي وتدوري. أنا مو موافق على الاقتراح، وأنا بدي لاقي حسان وجيبه لهون. رح لاقيه وبكرة بتشوفي. اهدي ولا تضايقي حالك على الفاضي. يعني حتى لو كانوا بيعرفوا انه عايش ما رح يلاقوه. الله اعلم وين اراضيه هلا. ما ان شاء الله ما يلاقوه ان شاء الله.
الله يكون معك. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل دكتور. يسلموا. عن جد لا تواخذنا. ولا يهمك بتصير. شو واقفة عندك عم تعملي؟ روحي على غرفتك. والله لنكسر راسه هالخاين الكلب شو اللي جابه لهون. لكن كل عين وقحة بيجي وبيقعد بيناتنا. والله خليه هون ابدا. انا بفرجيه لازم نطلعه من الضيعه. راسه. بابا جايين يضربوا محمد ويقلعوه. واحكم ما حدا يتحرك من محله. خلص انا بحل الموضوع. خليكن هون. وينه بس فرجوني وينه. فرجوني وينه بس. زكو طالع برا اطلع. زكو ما رح نخليه ولا زيقه. لك انتوا شو مفكرين حالكم عم تعملوا؟ اللي العسكري اللي عندك يطلع. العسكري ورجينا حاله يلا. بعدو شب بيتي وقاعد ببيتي، وانتوا ما لكم بالعاده تتدخلوا بضيوف العالم. بقى شو يلي صار لحتى هاجمين على بيتي؟ احكوا لشوف. قولوا لي نحن من عاداتنا نسلم الضيف؟ ما تحكوا شو بكون، هي عاداتنا؟ عن جد اثبتوا للضيف انكم بلا ذوق. يلا نلعوا من خلقتي، يلا نلعوا من خلقتي. بسيطة. يلا بسرعة. ليش عم يحميك؟ والله ما شاف غريب. خلص يا ابني انت رجع على ضيعتك بقى. يعني شايف الوضع، بلا ما يشوفك زيدان هون وتصير شي مصيبة. أنا أكيد رايح، بس عم تفكر بابن الأغا مو هيك؟ ايه. خلص ما رح نقدر نعمل شي. أنا فيني أرجع وبأي وقت، بس الولد رح يفوت بكوما هلأ، ومن بعد كم ساعة وبيموت. أنا ما فيني أتركه يموت. والله بعرف، وهو غالي علي وأنا ربيته وسهرت عليه واعتبرته مثل ابني، وأنا مقهور أكتر منك، بس يعني ما طلع بإيدنا شي. في عندي خطة. زيدان امتى بيروح من هون؟ ما بعرف، بس هلأ السفر ممدودة والعزايم قايمة. أغا إن شاء الله صحة وهنا. على قلبك، تفضل. هي الضرايب معلم. عود كول معنا. تعا عود رمزي. لا بلا ما أزعجكم. بديع، إن شاء الله صفرة عامرة، خلينا نحكي شوي. ماشي صحة وانا. بدي منك ترجع تحكي مع رئيس عشيرة صارسو وتحاول انك تقنعه ويصيروا اهالي ضيعته معنا. هذا الطلب اجى من التنظيم. على عيني وراسي انت والكل. رح نرجع لهون بس رح نكون أكتر. اهلا وسهلا، اعتبروا البيت بيتكم. ايه بس لازم تفضونا كم بيت كمان. ايه طبعا، بدنا نستخدم كم بيت كمخبأ، لأنه في شغلات للتنظيم بدها حل بكم ضيعة، ويمكن يرجعوا يتخبوا هون، والشي طبعا بيزعج الجماعات التانية. مشان هيك لازم ناخد رهائن ونحطهم هون عندك بالضيعة، وجماعتنا كتير بيثقوا فيك. اعتبروها ضيعتكم، يلي بدكم اياه بيصير. تسلم يا طيب. تفضل. يسلمون.
تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلا فيك، تفضلي ارتاحي. أهلين فيك. أهلا علي. أهلين فيك. مرحبا. كيفك يا ابني؟ أهلا وسهلا. نشكر الله. أهلين. فوتوا لجوا، ليش واقفين؟ فوتوا. اشتهينا لكم هدول. يا الله، ليش عذبتوا حالكم؟ عذاب شو يا بنتي، نحن أهل. والله أنا تعبت وما عاد أقدر أتحمل، والأولاد ما عاد فيهم يروحوا على المدرسة، ما عندهم شي يلبسوه برجليهم. ما تبكي. تعوا يلا اقعدوا هون لإلكم. عود حبيبي. شوفوا جبت لكم هدول البواط لإلكم، إن شاء الله يجوا على قد رجليكم. يعني هلا رح تصير تطلع على اللوح وتحل، ما هيك؟ ايوه عن جد شكرا كثير يا أنسة. شكرا أنسة. حبيبي خليني أخدك على المستوصف اليوم. الله يوفقك وينولك يلي ببالك. تسلمي. آمين. والله يا أخي إذا بناخذ البيت بيكون أحسن، يعني خلينا نقبل أحسن ما نطلع بلا شيء. رشاد، أنت عن جد عم تحكي؟ لك شو رح نستفاد إذا لقيناه؟ لو بقي بعمري يوم واحد بدي لاقيه وآخذ بتار ابني يلي انقتل. ما رح أسمح دم ابني يروح هدر. القصة ماتت. أنت شو رح تستفاد من فتح الدفاتر العتيقة؟ أخي أنت فهمني شو صاير لك؟ لشو عم تخطط؟ فهمني. ولا شيء. شو صار له حتى غير رأيه؟ شكله مو رايحين اليوم. لا إن شاء الله بيروحوا. فهمني بالضبط شو بدك تعمل. المسا وبعد ما الكل يروحوا بتلهي الحارس اللي على الباب وأنا فوت لجوا وبهرب الولد. إن شاء الله بيمشي الحال هالمرة. هلأ لاقي شي واحد وبعته لعند الممرضة لأنه راح أحتاجها كتير. فوت حبيبي. مرحبا ديالا. أهلا وسهلا زينب. خير شبو؟ ما بعرف بس تعبان. حرارته مرتفعة. افتح تمك حبيبي. لوزاته كمان كتير ملتهبين. ليش تركت حالك لتوصل لهون؟ هلأ الدكتور مانو هون. عن جد مانو هون؟ ايه لأنه راح على الضيعة الثانية. بس أنا هلأ رح أعطيه خافض حرارة. امشوا تفضلوا لجوا. فوت أيها. أنت الممرضة ديالا؟ ايه أنا. الدكتور طارق بعت لك هالورقة. شو؟ في خبر عن طارق؟ ايه كاتب لي بالرسالة إنه بده ياني ضل بالمستوصف. خير بنتي شو في؟ لازمك شي؟ داء خلقي وطلعت شم شوية هوا. استنى، مين انت؟ مين في هنيك؟ هالصوت تطلع ولا بقوس؟
يا بنتي شو عم تعملي هون؟ زيدان رايح وعم استناكي. في حدا هون. هذا بنتي، هذا مجنون الضيعة، ما بيأذي حدا، كل يوم بيجي وبينام هون. يلا خلينا نروح، يلا. سألوا عنك، يلا عم حللكم، يلا. رويدة، وين اختفيتي؟ طلعت شم هوا. لا تضغط على هالبنت كتير يا زيدان. زكو، أنا رايح ودع زيدان. أمرك يا أغا، أمرك. شرف. يلا بدي. صحيح ما الله البسي مع السلامة. يلا السلام عليكم. يلا مع السلامة. ليكوا بتفتحوا لي عيونكم كثير ها، واوعى حدا يتحرك من محله، مفهوم؟ دكتور طارق، زيدان وجماعته مشيوا ولا اغا راح يودعون؟ قديش بده لحتى يرجع؟ هلا اذا بده يودعهم برات الضيعه بيطول شوي. لنتحرك فورا. طيب بلكي رجع. لا تفكر بهذا الشيء، المهم انه ننقذ الولد. طيب ماشي، يلا. العشاء جاهز جوا، ما بدكم تاكلوا؟ الكل من الظهر واقفين هيك. بيعصب الاغا. الاغا ما بيعصب، اذا انا يلي حكيت. يلا فوتوا، يلا. الله يكون في اكل طيب. كل الفاصل اللي عندي والله. يلا فوتوا كلوا صحة وهنا، وانا راح اجيب لكم لبن واجي. آمنة خانم، اللي شو في؟ بس بدي أحاسبك بشغلي. عذاب شو؟ قلي لشوف. الشباب هلا فاتوا جوا ليتعشوا، يعني اكسبي ثواب وعاملين لهم بريق لبن. تكرم عينك وعيونهم، طبعا بعمل لهم. يسلموا هالايدين يا رب. اي ولو. فوت يلا، الولد بكرفته. اتحمل شوي حبيبي، رح تتحسن أكيد. يا شباب، زكو، لك وين راحوا هدول؟ لوين رايح؟ تعال اخبيك. يلا فوت. لؤي، مرني، لك وينك ولا؟ شو مالك سامعني؟ تارك البيت بدون حراسة؟ أنا بورجيك، تعال عندي. أهلين يا أغا، شو صاير؟
ليش ما في حدا عم يحرس البيت؟ الشباب جوا عم ياكلوا. هي لؤي. ما في شيء، عم تتزهرم ما هيك؟ روح كمل أكلك، يلا روح. أنا فايت اندفس. إن شاء الله نوم العوافي. يلا تعال. افتح الباب. زكو، طمني دكتور، الولد صاير له شيء؟ حرارته مرتفعة ووضعه سيء، لازم اخده على المستوصف بسرعة. ليش واقف؟ يلا بسرعة. وقت يلاقي الآغا ابنه مختفي رح يسأل عنك. انت خليك هون بلا ما يشك فيك. بهي معك حق. انتبه دكتور، إذا بيعرف عمر آغا إنه نحن يلي خطفنا ابنه رح يهد الضيعة فوق روسنا. أنا مو خايف من الآغا، المهم إني أنقذ يزن. إن شاء الله. يزن شد حيلك حبيبي. بإذن الله رح يطيب ويرجع مثل الأول. لولاك ما كنت بعرف شو بدي أعمل. يلا بخاطرك عم زكو. أنا متأكد إنه الآغا رح يجن وقت يعرف إنه ابنه اختفى. طيب شو بدنا نعمل؟ يعني نترك الولد لحتى يموت؟ بجوز يتأخر الدكتور ليرجع. إذا بدك روحي على البيت زينب، أنا رح ضل مع أيهم. ما بعرف، أنا كتير خايفة على طارق، معلش حابة استنى. طيب مثل ما بدك. في حدا جاي؟ كأنه في معه ولد. دكتور طارق. اي والله. طارق؟ شو زينب، فيكي شي؟ لا، كنت عم بستناك، خفت يكون صاير لك شي. هات اعطيني الولد. معلش يعطيني اياه لإلي. ديري بالك. طارق، قلي انت منيح؟ اطمني زينب. تفضل بديع. تفضل تفضل. يسلموا ايديك. صحيح، امتى رايحين على فارغينز؟ يعني بهاليومين. بالاول بدي استلم الامانه، على الاغلب انه بكره الشباب رح يجيبوا لي اياها. طيب شو بدنا نعمل هنيك؟ اول شيء بدنا نلم مصاري من الناس، بعدين في كم واحد هنيك عم يشتغلوا ضدنا، بدنا نخلص عليهم، ما رح نطول كتير. مين هدول؟ الاستاذ والامام، قال عم بيحرضوا الناس علينا. هذا الشيء ما بيصير، لازم نوقفهم عند حدهم. هيك اجتنا الاوامر. حاج كتر يا سيلي. طيب ماشي. رويدا، خلص حاجتك، روحي نامي. ايه حاضر. تصبحوا على خير. وانت من اهله. ليش ما عم تخلي رويدة تناوب بالمرة؟ انت ما بتتدخلي بشغلي ابدا، فهمتي؟ رويدا، أي شخص بيضايقك تقلي لي فورا. حاضر. تصبحي على خير. واضح انه صاير معه نزلة برد. بعرف،
ديالا هيك قالت لي، بس حبيت إنه أنت تفحصه كمان. يعني يا عمو أنا رح طيب ولا لا؟ لا اطمن حبيبي، أكيد أنت رح تطيب. ديالا بعدي الأولاد عن بعض، حطي أيهم هونيك وعلقي له السيروم. حاضر دكتور. يلا تعا أيهم. زينب، خالي. أنا برأيي هيك أحسن مشان الأولاد ما ينعدوا من بعض. بكرة بتاخدي أيهم على بيته. طيب ماشي. طارق، بين عليك تعبان، روح على البيت. أنا هيك مرتاح. دكتور طارق، شوفي ديالا، أيهم حرارته كتير مرتفعة. بعرف هالشي، إن شاء الله من هون للصبح بتكون نزلت. بركي ما قدر يتحمل. نحن عملنا كل شي بنقدر عليه. مسكين هالولد، ابن مين؟ هذا أبوه بيكون عمر آغا من ضيعة فرقنيز. طيب ليش أبوه ما أجا معه؟ بصراحة أبوه ما بيعرف إنه عنا. شو هالحكي؟ جبته من دون ما تخبر أهله بهالشي؟ ايه، أنا خطفت الولد.